دي قصة شخص اشتغل أكتر من شغلانة، بس مش شغلانات عادية. ده قدر يكون مدرس، طيار، ضابط شرطة، دكتور، محامي، وعميل في ال FBI وغيرها كمان. والكلام ده من وهو عنده 15 سنة بس. والشخص ده هو فرانك ويليام أبانيل جونيور. فرانك اتولد سنة 1948 وكان ترتيبه الثالث من أصل 4 إخوات لأسرة متوسطة في حي هادي في نيويورك. وعلى عكس الحي اللي اتربى فيه، فرانك ما كانش هادي أبدا. فرانك كان طالب في مدرسة أيونا بريباراتوري سكول، واحدة من أرقى مدارس نيويورك وأغلاهم كمان. بس في المدرسة كان معروف إنه طالب مشاغب وشقي جدا. وصلت شقاوته لدرجة إنه في مرة من المرات مثل دور مدرس مادة علم الاجتماع لمجموعة من الطلبة في المدرسة، ودخل الفصل وشرح لهم، واللي كان سلوكه فيهم ما بيعجبوش كان بيعاقبه. اصل لازم الناس تبقى محترمة، دي مدرسة برضه. وده مش لمدة يوم او يومين، لكن لمدة ترم، فصل دراسي كامل. وبعدها لما اتكشف، عقوبته كانت الفصل النهائي من المدرسة، وراح بعدها مدرسة إعادة تأهيل في نيويورك برضو. ودي مدارس كان بيروحها الطلبة المشاغبين اللي مفيش معاهم حل إنهم يتعلموا في المدارس العادية زي فرانك كده. وفرانك مثل دور المدرس صح، عشان كده ما اتكشفش غير بعد ترم كامل. وهو ما اكتسبش موهبة التمثيل والتقليد، أو نقدر نقول تقمص الشخصيات دي من فراغ، لكن بسبب علاقته بوالده. لما الفترة كان بيحضر معاه باستمرار اجتماعات شغل. والد فرانك كان ممثل عظيم برضو، كان قدام الناس ظاهر بمظهر رجل الأعمال الناجح والاقتصادي المهم، اللي هو بيفهم في الاقتصاد قوي يعني. لكن هو في الحقيقة كان أفشل من كده بكتير، وكان عارف حقيقة فشله ده. فخد قروض من البنوك ومن رجال أعمال تانيين بحجة إنه يشغلها في مشاريع، وهو عارف إنه كده كده مفيش مشاريع، أو بالكتير قوي مشاريع فاشلة ومش هتجيب همها زي ما بيقولوا. وده تسبب إنه بقى مديون، وتعرف إنه نصاب، فدخل في قضايا ومشاكل قانونية كتير جدا. والمشاكل دي للأسف اتنقلت للبيت، وبطبيعتها أثرت على علاقته بمراته وعلى الجو العام في البيت. واتطورت المشاكل دي لدرجة إن زوجته والدة فرانك طلبت الانفصال عشان ما بقتش طايقة العيشة معاه. وكأي طلاق بين زوجين مش متفاهمين، بعد الطلاق حصل مشاكل وتأثير سلبي على نفسية الأطفال. وفرانك بالذات اتأثر بشكل كبير جدا، وكان عنده ساعتها 15 سنة بس. فرانك كان متدمر نفسيا وهو شايف أبوه وأمه بيجرجروا بعض في المحاكم. وده ظهر لما هرب من المحكمة في وسط جلسة من جلسات الطلاق بين والده ووالدته. وده بعد ما سألوه تختار تعيش مع مين فيهم. السؤال برغم انه بسيط بس كان صعب جدا بالنسبة له، بالنسبة لأي حد في سنه بصراحة. وفضل ساعتها انه ما يختارش حد معين، وقرر قرار خلانا نحكي قصته دي بعد سنين طويلة. والقرار هو انه مش هيعيش مع ولا واحد فيهم، هو اصلا مش هيرجع البيت تاني. وبعد هروب فرانك وهو لسه نوعا ما طفل، لقى نفسه محتاج فلوس عشان يعرف يعيش. اصل مع اهله كان ساكن وبياكل وبيلبس وبيعمل كل حاجة ببلاش، لكن في العالم الحقيقي ده مش بيحصل. ورحلته في البحث عن شغلانة يعيش منها في مستوى حتى قريب من اللي كان عايش فيه كانت صعبة جدا. طفل مش معاه شهادة، وسجله في المدرسة مش أحسن حاجة، هيشتغل إيه؟ جرب يقدم في الأكاديمية البحرية الأمريكية واتقبل فعلا، بس بعد 3 شهور بس اتفصل من الأكاديمية بسبب سوء السلوك. بعدها ما يقسش واشتغل في مطعم وسوبر ماركت وغيره من الأعمال البسيطة دي. وبسبب إنه عمل مشاكل كتير في كل شغل اشتغله، اضطر كل شوية ينط من وظيفة للتانية. ما كانش لاقي نفسه في أي وظيفة منهم، وكان حاسس بملل. وفي يوم جات له فرصة إنه يكسر الملل ده. حصلت جريمة في بيت من البيوت القريبة منه، وساعتها فرانك افتكر تمثيله لدور المدرس لمدة ترم كامل، وافتكر الإثارة اللي حس بيها وقتها. فقرر إنه يمثل دور جديد، والمرة دي الدور هو ضابط شرطة. جاب مسدس لعبة وحطه في جنبه، واستلم بقى واحدة ست غلبانة كده هي وبنتها، وفضل يتسلى عليهم. كل يوم يجي ويستجوبهم لحد ما الشكوك زادت عند الست وكلمت الشرطة الحقيقية بقى. والضباط الحقيقيين راحوا لها وعرفوا منها إن في شخص غيرهم بيحقق معاها، وإن الشخص ده مش ضابط حقيقي فعلا. وقدروا يحددوا مكانه وحاولوا يقبضوا عليه، بس هرب منهم ومرجعش للحي اللي ساكن فيه ده تاني أبدا. وبرغم من الخطر والتوتر بسبب إنه خلاص كان هيتقبض عليه، وهرب بأعجوبة. لكن موضوع التمثيل عجب فرانك قوي، عجبه لدرجة إنه قرر ما يشتغلش حاجة تانية غيرها. قرر إنه هيشتغل ممثل، مش ممثل سينما ولا تلفزيون، لا ممثل في الحقيقة، وفي نفس الوقت يعمل ملايين أكتر من الملايين اللي بيعملها ممثلين التلفزيون والسينما. وقرر يبدأ بناء ثروته دي بحاجة هو عنده خبرة بسيطة فيها: التزوير. أول ضحية تزوير ليه بالمناسبة كان باباه شخصيا. فمرة باباه اشترى عربية، وفرانك أقنعه بقى إنه لازم نظبط العربية ونشتري لها كماليات، وخد منه الكريدت كارد وسحب بيها حوالي 3000 دولار، بس ما اشتراش حاجة. وجاب بعدها فواتير مزورة إنه اشترى الكماليات وحط الفلوس دي في جيبه. بس ده كان زمان، دلوقتي فرانك عايز يلعب على كبير. والمرة دي التزوير مش هيبقى على باباه اللي هو لو عرف آخره هيديله علقة وخلاص. المرة دي التزوير هيبقى على البنوك. فرانك بدأ يزور شيكات، وعشان ما يتكشفش كان بيسحب الفلوس في نفس اللحظة كاش، وكان بيغير البنوك اللي بيعمل فيها الحركة دي كل مرة. وبسبب الوقت الطويل لإجراءات البنوك في الستينات، ما كانش بيتعرف تزوير الشيك إلا بعدها بمدة حوالي أسبوعين كده. ودي مدة كانت كافية لاختفاء فرانك بعدها، وانتقاله من مكان لمكان بعيد عن البنك اللي كشفه. فرانك كسب كتير جدا من التزوير، واعتبر
وظيفته الأساسية، والأول مرة ما اترفدش من شغله بسبب سلوكه لأنه شغال لنفسه، وسلوكه هو أحسن حاجة للنوع ده من الشغل أصلا. بس الشكوك حواليه كانت بتزيد، صحابه وجيرانه كانوا شايفينه شخص عاطل بس معاه فلوس كتير، وهو كان عارف كده، فقرر إنه لازم يشتغل في أي وظيفة. بس واحد زيه بتعليمه المحدود وسلوكه وسنه الصغير ده هيشتغل إيه؟ طيار؟ أيوة، فرانك شغل نفسه في شركة الطيران الشهيرة بان أمريكا. شغل نفسه حرفيا، يعني هو اللي وظف نفسه. بان أمريكا نفسها ما كانتش تعرف عنه حاجة، يعني زور ورق يقول إن هو شغال هناك، واعتبر إن هو كده اشتغل فيها فعلا. ومن وقتها لما كان بيتسأل أنت بتشتغل إيه كان بيقول طيار في بان أمريكا، مش طيار دليفري، لا طيار بجد. طب ليه الشغلانة دي بالذات؟ الحقيقة اختياره ليها كان ذكي جدا. أولا لأن مهنة الطيار ليها رونق ووقار وبعدت عنه الشكوك في الفلوس الكتير اللي معاه. كمان لأنه كان بيلاقي رد سهل عن ليه هو مش بيروح الشغل كل يوم زي الناس من الصبح بالليل. وبرضه لأنه كان محتاج شركة يسرق منها فلوس بشيكاته كأنها شيكات المرتب بتاعه، فزور لوجو الشركة وحط امضاءات وأرقام حسابات على شيك المرتب، وراح البنك بدل الطيار كان اشتراها، وفعلا نجح في صرف الشيك. والتزوير عنده بقى تحول لإدمان، بقى على طول عنده فضول هو ممكن يوصل لفين، ايه حدود التزوير دي، وايه اكبر حاجة ممكن يعملها من غير ما يتكشف. فرانك بسبب شكله اللي اكبر من سنه، برغم انه ساعتها كان عنده 18 سنة بس، قدر يقنع كل الناس حتى اللي في المطار واللي شغالين في شركة بان امريكا نفسها ان هو شغال فيها. وفي يوم راح المطار وطلب انه يسافر بره امريكا، وبجحته قال لهم انه زميل، وطلب انه يسافر ببلاش. ودي حاجة عادية لطيارين بان امريكا وشركات طيران كتيرة انهم يقدروا يسافروا على رحلات الشركة ببلاش. وسافر فعلا اكتر من 26 دولة حوالين العالم. ولان ده فرانك، خلاص انتوا عرفتوا شخصيته عامله ازاي، في 26 دوله من ال 26 دوله اللي هو سافرهم نصب فيهم على ناس هناك، واحيانا كمان كان بينصب على شركات او بنوك كامله في الدول دي. فرانك قدر يمثل ان هو طيار لمده سنتين كاملين لحد ما بقى عنده 20 سنه. لكن بعد السنتين دول موظف في المطار شك فيه وساله اسئله كتير عن طبيعه شغله وما عرفش يجاوبها كلها. فعرف هنا فرانك انه خلاص التمثيليه بتاعته لازم تنتهي هنا، مش بس عشان موظف المطار، لكن كمان عشان بعد سنتين كميه البنوك اللي بلغت عن شخص بمواصفات فرانك نصاب كانت كبيرة جدا. الشرطة كمان قدرت تحدد اسمه الحقيقي وبقوا بيدوروا عليه. وفرانك لقى نفسه محتاج بداية جديدة، والبداية الجديدة دي كانت في ولاية جورجيا. ومهارة التزوير اتحسنت عنده كتير، وده خلاه قادر يصور بطاقة هوية جديدة باسم جديد، وتخلص تماما من كل حاجة تربطه باسمه الحقيقي فرانك ويليام أبانيل. فرانك لما وصل جورجيا أول حاجة دور عليها هي بيت يسكن فيه، وعشان ما يزودش الشكوك عليه في المكان الجديد اللي راح له ما أجرش بيت لوحده، لكن دور على سكن مشترك مع روم ميتس، يعني كأنه حد متوسط ماديا. ولما صاحب السكن سأله عن وظيفته، فرانك للحظة كده كان هيقول طيار، بس بعدها افتكر انه شخص جديد فقال له انه دكتور. صاحب الشقة سمح له بالسكن، وبالصدفة زميله الجديد في السكن ده كان دكتور برضه، بس دكتور حقيقي. فرانك عرف نفسه للدكتور ده انه دكتور اطفال بس مش لاقي وظيفة، وكانوا لذاذ جدا مع بعض، اتصاحبوا بسرعة، واعجب الدكتور جدا بشخصية فرانك. ولما عرف انه من غير شغل قال له ان في مستشفى في جورجيا هنا محتاجة وظيفة دكتور استشاري يكون مدير على اطباء الزمالة او المتدربين. اي حد مكان فرانك كان هيتوتر، استشاري مدير على دكاترة تانيين حقيقيين. بس فرانك ما كانش زي اي حد تاني، عينه لمعت، اصله خلاص لقى الوظيفة اللي هتحطه في نفس المكانة اللي كان فيها لما كان طيار، او لما كان عامل نفسه طيار يعني. فرانك على طول زور شهادة تخرج من كلية الطب، وفعلا راح قدم على الوظيفة بتوصية من الدكتور زميله في السكن، والتوصية دي كانت السبب انه اتقبل على طول من غير اي انترفيو. فرانك عجبه الشغل ده جدا، بالذات لانه بسبب شوية ذكاء منه ما اضطرش خالص انه فعليا يمارس مهنة الطب، وده بانه كان بيخلي المتدربين هم اللي يحلوا اي مشكلة تيجي كأنه هو بيختبرهم يعني. فاكرين عادل امام لما كان بيقول في الفيلم هو الدين بيقول ايه؟ مش محتاجة يعني. فاكرين المشهد ده؟ هو عمل نفس الكلام كده بس في الطب. هو كتب الطب بتقول ايه في الحالة دي؟ اهو مش محتاجة. هو انتوا اتعلمتوا في الكلية تتعاملوا مع الحالة دي ازاي؟ برافو عليكم، صح. وكده فرانك استقر جدا في جورجيا وفي حياته الجديدة دي، لدرجة انه كمان اتجوز من مضيفة اتعرف عليها بشخصيته الجديدة كدكتور مش كفرانك الحقيقي. بس الاستقرار ده جه حواليه شكوك من الناس اللي حواليه بسبب منصبه كمدير. شكوك خلت كتير من زملائه لعينهم على منصبه يدوروا ورا شهادته والجامعة اللي اتخرج منها دي. كالعادة فرانك حس انه قرب يقع، فاتكلم مع مراته انه مش مرتاح ولا في الشغل ولا في المدينة، وانه محتاج بداية جديدة في شغل جديد في مدينة جديدة. شوفوا، رغم انه نصاب وسرق وضحك على الناس، بس اول ما قرر يسيب الشغل راح استأذن مراته الاول. ومراته قالت له انها تعرف محامي كبير في ولاية لويزيانا، بس ما تعرفش هو يعرف يساعده ولا لا، لان مهنة فرانك ملهاش علاقة بالمحاماة. فتفتكروا قال لها ايه؟ اكيد خمنتوا صح، قال لها انه معاه شهادة من كلية الحقوق برضه، خدها قبل ما يدرس الطب، اصله مش هيغلب يعني. وسافر فرانك للويزيانا، وطبعا قبل ما يسافر كان مزور شهادة التخرج من كلية الحقوق، ومش من اي جامعة، من واحدة من اهم جامعات العالم كله، جامعة هارفارد.
طموح قوي فرانك ده. شهادة كبيرة زي دي خلت المحامي قريب مراته ده يوافق فورا على انه يشتغل معاه، بس عشان فرانك يقدر يشتغل محامي في لويزيانا كان لازم يجتاز امتحان الولاية لممارسة مهنة المحاماة، وده امتحان اي حد حتى اللي متخرج من جامعة هارفارد لازم ينجح فيه عشان ياخد الرخصة ويقدر يمارس مهنة المحاماة جوه الولاية. فرانك بقى كان واثق جدا من ذكائه، دخل الامتحان من غير حتى ما يحضر ولا يذاكر وسقط. بس ده طبعا لانه ما كانش يعرف اي حاجة عن الحقوق، فراح بقى قرا وذاكر واجتهد ودخل الامتحان تاني وسقط برضه. اصل الامتحان ده صعب قوي، اصعب بكتير من ان هاوي معلوماته عن المحاماه كلها كونها في كام يوم انه يمتحنه وينجح فيه، بس ما كانش قدامه حل تاني، فبرضه ذاكر شويه كمان ودخل الامتحان ونجح. غالبا كده حفظ الأسئلة واشتغل فعلا في مكتب قريب مراته. بس فرانك طموح جدا، بقول لكم طموح ببجاحة. بسبب شهادته من جامعة كبيرة زي هارفارد فضل يحاول لحد ما وصل لانه تعين مساعد للمدعي العام، وده منصب في أمريكا كبير ومهم جدا. بس بعد 8 شهور في مكتب المدعي العام قضاهم فرانك في عمل القهوة والرد على الرسائل وأي حاجة طبعا غير المحاماة الحقيقية، وده طبعا بسبب انه كان خايف انه يتكشف. قرر يستقيل، وكالعادة ده كان بسبب ان الناس اللي حواليه بدأوا ينخربوا ورا الشهادة الكبيرة اللي هو قال ان هو خدها من هارفارد، وخصوصا انه كان صعب قوي يعني واحد خريج هارفارد يسقط مرتين في امتحان الولايه. وزميل ليه دور وراه في سجلات الجامعه وما لقاش لاسمه اي اثر. هنا بقى فرانك عرف خلاص انها عماله توسع منه، بس كان صعب قوي خصوصا بعد ما اتجوز انه يسيب لويزيانا ويبدا حياه جديده في ولايه تانية. فبدا حياه جديده في دولة تانية. بعد لويزيانا ساب فرانك أمريكا كلها وسافر لأوروبا واشتغل في الخطوط الجوية الفرنسية، معتمد على إنه عنده خبرة كبيرة كطيار قبل كده في بان أمريكا. في السي في مزور طبعا كالعادة، بس اشتغل على الأرض مش كطيار. وفي يوم من أيام شغله العادية فجأة فرانك لمح حركة مش طبيعية في المطار. الدنيا متكهربة وأفراد شرطة متواجدين وواضح إنهم بيدوروا على حد معين، وفرانك كان فاهم كويس الحد اللي بيدوروا عليه ده يبقى مين. وقبل ما يلحق يهرب اتقبض على فرانك أخيرا، وبعد حوالي 6 سنين من لما جري فرانك الطفل من المحكمة لما ما كانش عارف يقرر هو عايز يعيش مع باباه ولا مامته، فرانك الراجل اللي عنده 21 سنة وقتها لقى نفسه مرمي في السجن. في مثل مصري بيقول العجل لما بيقع بتكتر سكاكينه. فرانك اتسجن لمدة 6 شهور في فرنسا بسبب جرائم نصب واحتيال عملها هناك، وبعدها السويد طلبته للمحاكمة هناك بسبب جرائم النصب على أرضها، وهناك اتسجن برضه لمدة 6 شهور. وبعدها جه الدور على إيطاليا وطلبته للمحاكمة برضه، لكن لحسن حظه السويد رحلته لأمريكا قبل ما يروح للمحاكمة في إيطاليا. وأمريكا بعتت عميل من الاف بي اي سافر بنفسه عشان يستلم فرانك وما يهربش منهم. وفعلا العميل استلمه، حط في ايده الكلبشات، راحوا المطار، ركبوا الطيارة ووصلوا امريكا، والطياره هبطت بنجاح بس من غير فرانك. عميل الاف بي اي بعد الهبوط ما لقاش فرانك جنبه، قلب الطياره دور في شبر منها لكن ما لقاهوش، اختفى. بشكل ما قدر فرانك يهرب اثناء الهبوط، وطبعا كان عارف انه ما ينفعش يستنى في امريكا فهرب على كندا. فرانك حاجه انه قدر يهرب من الطياره اثناء الهبوط بانه اتحجج انه عايز يروح الحمام، بعدها نط من فتحه عجلات الطياره ومحدش شافه وهو بيجري من الطياره عشان كله كان ملهي في صوت الهبوط العالي جدا. وفي كندا خاف فرانك من نفس المصير اللي حصل له في فرنسا بسبب اتفاقيه التسليم اللي بين امريكا وكندا، فطلع تاشيره سفر للبرازيل، ودي دوله مش تحت الاتفاقيه، وراح المطار عشان يسافر. لكن لسوء حظه اتعرف عليه تاني مره ضابط الجوازات في مطار مونتريال واتقبض عليه من جديد. ورجع النصاب فرانك ابانيل لامريكا، والمره دي الهروب ما كانش سهل ابدا، اتحطت عليه حراسه اقوى واتعاملوا معاه على انه مجرم ذكي وخطير. فرانك حكى انه ساعتها كان من اهم 10 مجرمين مطلوبين في امريكا، وبعد ما اتعرض قدام القاضي وبعد اتهامه بتهم كتير منها النصب والاحتيال والتزوير وممارسه مهن بدون ترخيص وتعريض حياه المرضى للخطر، كل ده وهو عنده 21 او 22 سنه. محامي فرانك قدر يخفف من شده الاحكام واتحكم عليه ب 12 سنه سجن، مده طويله في السجن بس قليله مقارنه بكل التهم دي. لكن بعد ما قضى 5 سنين بس منهم في السجن رجع الحظ يشتغل معاه تاني. عميل تاني من الاف بي اي افتكر فرانك بس بشكل مختلف المره دي، فكر انه شخصيه زي فرانك ده كان بيزور تزوير محترف، وكانت البنوك بتاخد وقت على ما تكتشف التزوير بتاعه ده، وقدر يراوغ الشرطه اكتر من 8 سنين. واحد زي ده لازم يكون عبقري. عميل الاف بي اي عرض على فرانك الشغل معاهم في الاف بي اي، فكر انه ممكن يساعدهم في كشف طرق التزوير الجديده واكتشاف الاوراق المزوره، ومقابل شغله مع الاف بي اي ده فرانك هيخرج من السجن باطلاق سراح مشروط. فرانك وافق طبعا وبدأ شغله الجديد، بس المختلف عن كل مره ان شغله المره دي مع الحكومه
مش هربان منها، وكمان بشخصيته الحقيقية. فرانك اشتغل معاهم فترة طويلة وأثبت شطارته في كشف التزوير والاحتيال زي شطارته بالظبط في إنه يعملها. سمعة فرانك وشطارته وصلت للبنوك، ونفس البنوك اللي زمان كانت بتبلغ عنه بقوا يجيبوه كخبير عشان يساعدهم في كشف التزوير، وبقى بجانب شغله مع الاف بي اي شغال مستشار مع البنوك دي. من خلال شغله مع البنوك قدر يكون ثروة كبيرة، ومن خلالها أسس شركة استشارية في أمور النصب والاحتيال، أبانيل وشركاء، أبانيل أند أسوسييتس. الشركة هي كمان حققت مكاسب خيالية وقيمتها وصلت لملايين الدولارات. طبعا لما سمعتوا القصة دي فكرتوا إن دي قصة غريبة جدا ممكن تتعمل فيلم، عشان كده فعلا اتعملت فيلم مبني على الكتاب اللي كتبه فرانك بنفسه عن قصته. الكتاب والفيلم نجحوا نجاح رهيب وحققوا مكاسب عملاقة، عشان كده انتوا حاسين انكم سمعتوا القصة دي قبل كده، صح؟ أنا أول مرة شفت الفيلم ما كنتش مصدق إنها قصة حقيقية، بس بعد الفيلم اكتشف العالم إنه للأسف قصة فرانك مع النصب ما انتهتش، وإنه في نصبايا كبيرة جدا هي أكبر نصبايا عملها فرانك ما جابش سيرتها في كتابه ده، لأن النصبايا دي هي الكتاب نفسه. أكبر نصبايا عملها فرانك في حياته هي كل القصة اللي أنا حكيتها لكم دي. بصوا، هي القصة حقيقية بس بشوية إضافات وبهارات خدت القصة في حتة تانية. فرانك كان عايز يعمل قصة جوسي، وفرانك بنفسه اعترف بده في لقاء صحفي سنة 2002، وده بعد ما صحفيين كتير دوروا ورا كل قصة قالها فرانك في كتابه، فاعترف إنه غير حاجات بسيطة عشان الحبكة الدرامية، وإن السبب في ده مش هو، لكن السبب هو الكاتب اللي كان بيسمع قصته ويحولها لكتاب. قال إن الكاتب ده زود التاتش بتاعته عشان يخلي الكتاب مثير أكتر ويبيع أكتر، وإنه يعني كان بيظبط القصة عشان تبقى فعلا قصة تتحكي بشوية أحداث مهمة ودرامية وشوية أفوارة بسيطة. بس هي ما كانتش بسيطة خالص، لأنه مفيش ولا معلومة حتى لو صغيرة إلا وفرانك حرفها. أبسط مثال هو المدرسة الراقية اللي درس فيها فرانك، أيونا. هو في الحقيقة ما درسش فيها ولا حاجة. الصحفيين لما دوروا في سجلات المدرسة ما لقوش اسمه ولا حتى لقوا صورته في الصور السنوية بتاعة المدرسة، وبرغم إنها حاجة عادية إلا إنه برضه كذب فيها عشان يعمل بقى صراع الفقر بعد الثراء، لأن المدرسة دي كانت مدرسة غالية شوية. من الحاجات برضه اللي كذب فيها هي إنه قال إنه ما اتقبضش عليه غير في فرنسا. قال كده عشان يبين قد إيه هو كان ذكي وغلب الشرطة وكان كابوس للبنوك، وقد إيه تزويره كان محترف. بس الحقيقة إن فرانك كان سوابق، اتقبض عليه كتير جدا. أصل بالمنطق يعني حتى في الستينات البنوك ما كانتش بالغباء ده، ما كانش هيتنصب عليها وتسكت. ده لما البنك بيبقى ليه عندكم 15 جنيه في الكريدت كارد بيتصل بيكوا 7 مرات في اليوم. أول مرة فرانك اتقبض عليه فيها هي أصلا لما عمل نفسه ظابط في أول القصة خالص، لو تفتكروا. فاكرين لما قلنا نستجوب ست وبنتها؟ في الحقيقة إنه لما الست بلغت عنه الشرطة قبضوا عليه بسهولة، وبعدها المحكمة أمرت بإيداعه في معهد نفسي، وبعدها سابوه تحت وصاية والده. وبرضه لما مثل إنه طيار وزور شيكات اتقبض عليه واتحكم عليه ب3 سنين سجن، قضى منهم 2 وأفرج عنه بعدها تحت وصاية والدته. ولما خرج حاول يسرق عربية واتقبض عليه وقضى سنة كمان في السجن. والملايين اللي قالوا إنه عملها من تزوير الشيكات في الأغلب برضه كانت مش حقيقية. الشرطة قالت إنه غالبا الشيكات اللي هو نجح في تزويرها كان مجموع قيمتها كلها على بعضها أقل من 10,000 دولار بس. حتى لما حكى قصة إنه اشتغل محامي ومساعد المدعي العام في لويزيانا، المدعي العام ساعتها قال إن هو ما كانش عنده مساعد بمواصفات فرانك دي، غير إنه لما قدم شهادة الحقوق المزورة من هارفارد اتقبض عليه واتحكم عليه بقى ساعتها ب 12 سنة سجن بتهمة التزوير. والضابط لما شاف الشهادة قال إنه باين جدا أصلا إنها مزورة، وما خدوش وقت عشان يثبتوا التهمة عليه. بس فرانك قدر يهرب من السجن بعد كام شهر من دخوله، وهرب بسرعة على أوروبا، وده كان سبب وجوده في فرنسا. بالإضافة إنه في لقاء صحفي المذيع حاور فرانك وسأله أسئلة ليها علاقة بامتحان مزاولة المهنة في لويزيانا اللي المفروض فرانك امتحنه 3 مرات ونجح فيه، بس فرانك معرفش يجاوب عن أي سؤال من أسئلة الصحفي. حتى في فرنسا ما تمش تعرف عليه بمنشور من الحكومة الأمريكية زي ما قال، لا ده كان بسبب إنه سرق عربية ونصب على عيلتين في السويد. وفرانك لما اتقبض عليه في المرة دي ودخل السجن مفيش ضابط من الاف بي اي راح له وعرض عليه الشغل معاهم بسبب ذكائه الخارق، لا هو قضى مدته بالكامل وخرج زي أي سجين تاني. وبعد الإفراج عنه اتنكر تاني في هيئة طيار وخد وظيفة في معسكر صيفي اللي هو السمر كامب في ولاية تكساس، وبرضه اتقبض عليه في المعسكر بتهمة سرقة كاميرات من زمايله في الشغل، بس ساعتها ما اتسجنش واتغرم. بس كمان سبب ان البنوك شغالة معاه مش بسبب شغله مع الاف بي اي، لان زي ما قلنا هو ما اشتغلش معاهم اصلا، لكن هو كان بيروح للبنوك ويحكي لهم قصته اللي فبركها، واتفق معاهم انه هيديهم نصايح واستشارات في التزوير وهياخد فلوس في حالة بس ان النصايح دي كانت مفيدة، او في حالة انها ساعدت فعلا البنك في كشف التزوير. فطبعا البنك في الحالة دي مش خسران حاجة، فكانوا بيوافقوا. ودي بصراحة هو كان شاطر
فيها. نجح فعلا وبنوك كتير كانت بتتعامل معاه وبدأ شركته الخاصة. فرانك للأسف استفاد فعلا بكذبه أو بالبهارات بتاعته دي، وشركته اتأسست على قصة مش حقيقية. ولو شفتوا الفيلم بقى فالفيلم أصلا مزود بهارات على البهارات. في الفيلم فرانك كان طالع الابن الوحيد على عكس الحقيقة لما كان عنده 3 اخوات، وفي الفيلم قابل والده كذا مرة واداله فلوس، بس في الحقيقة فرانك ما قابلش والده نهائي بعد قصته مع التزوير. بس عارفين ايه اكتر حاجة مختلفة في الفيلم وممكن تضايقكم؟ فاكرين عميل الاف بي اي اللي كان قايم بدور توم هانكس؟ للاسف هو كمان كدبة. شخصية توم هانكس في الفيلم مش موجودة في الحقيقة، والحقيقة انه في اكتر من عميل في الاف بي اي كان مسؤول عن قضايا فرانك ابانيل، وشخصية توم هانكس دي بقى كانت كناية عنهم كلهم. بس لازم اعترف ان فرانك كان ذكي برضه، ما كانش سهل. هو فعلا هرب من السجن ومن الطيارة. هو بالغ في القصتين دول برضه، لكن كانوا حقيقيين. وبرغم ان نصابات كتير من اللي حكاها ما كانتش حقيقية، لكن اكبر نصبايا منهم نجحت وحققت له مكاسب كتير. القصة بتاعته اللي ألفها وعلى أساسها عمل الشركة العملاقة بتاعته دي، وده بالظبط قاله فرانك في مقابلة صحفية لما واجهوه. قال أنا فعلا أعظم نصاب في العالم. في واحد قابلني وقال لي إن أنت لو ما عملتش كل القصص اللي قلتها في الكتاب دي ورغم كده حققت مكاسب كبيرة بسبب المحاضرات والاستشارات والنصايح، يبقى أنت فعلا أعظم نصاب في العالم. ولو وصلت للنقطة دي، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.